اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ برحب بيكم داخل مصر وخارج مصر وجميع أنحاء العالم. منوريني والله يا بنات ومشرفيني بصراحة. طبعا يا بنات أنا هنا هعمل معاكم عيش كده زي القرص الفلاحي، بس هو عيش يا بنات. أنا كنت بعمله أكبر من كده، بس طبعا ايه يعني ده اوردر، فاللي ما طالب مني طالب ان انا اعمله يعني صغير كده. طبعا يا بنات ده عيش كانوا بيسموه في المنصورة عيش بيت العمدة. ليه بقى؟ لان هو عليه لبن. طبعا انا هنا يا بنات طبعا هقول لكم الاول بالخطوة خطوة كده هنعمل ايه. طبعا يا بنات انا هجيب منخل زي ما انتوا شايفينه كده، منخل رضا حبيبة قلبي، هي اللي مديوني والله، فرحانة بيه جدا بصراحة، لان انا بتاعي باظ فهي بعتت لي بصراحة واحد. ربنا يصلح حالك يا رضا، اللهم امين. طبعا يا بنات عشان بس ما اطولش عليكم، طبعا انا هنا جبت المنخل ونخلت الدقيق كويس جدا. لازم يا بنات تنخلي الدقيق كويس جدا. ماشي يا بنات. ومعايا هنا كوباية زيت، معايا كوباية لبن. انا كنت بغلي لبن على البوتاجاز، وطبعا عشان ابرده شوية رحت حاطه عليه شوية من اللي هو بخيره كان عندي في التلاجة عشان يبرد. طبعا مش لازم الحاجة تبقى سخنة اوي يا بنات. ماشي. واحط معلقة ونص خميرة، واحط رشة بيكنج باودر، واحط رشة ملح، واحط رشة فانيليا. وطبعا يا بنات هحط 3 معالق سكر، وهحط 3 معالق زبدة، وكوباية زيت. طبعا انا قلت كوباية زيت، ومعايا كوباية اللبن اللي انا قلتلكم عليها دي، وكوباية زبادي. بس هحط المقادير دي يا بنات كلها على بعضها. طبعا النشف الاول، وبعد كده طبعا يعني هحط الفانيليا والخميرة والسكر والملح والبيكنج باودر مع الدقيق، واقلبه تقليبة حلوة. وبعد كده طبعا هحط 3 معالق سمنة على كوباية الزيت، على كوباية اللبن، على كوباية الزبادي، على كوبايتين مية، وهفضل اعجن يا بنات فيها لغاية ما تبقى كويسة كده معايا ومرنة وحلوة، اللي هي ما تلزقش في ايدك يا بنات. ماشي. وافضل طبعا اعجن، اوديها شمال واوديها يمين، وافضل اعجن فيها لغاية ما احس ان هي بقت كويسة. وطبعا يا بنات هسيبها من ساعة الا ربع لنص ساعة تختمر. اهم حاجة يا بنات الخميرة لو حلوة بتختمر على طول. طبعا الخميرة دي بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. نصلي على النبي كده يا بنات ونذكر الله. والله يا بنات يوم الخميس ده عندي بيبقى يوم الخير بأمانة. يعني أحسن ما تروحي هنا ولا هنا، اديكي تلي نفسك وبتسلي نفسك، ولا مثلا تقعدي مع حد تنمي على حد، تتكلمي على حد، تدعي على حد. لا والله يا بنات مش مستاهلة. وكلنا في الآخر زي بعضينا، مفيش حد أعلى من التاني. مش دي عندها قصر وانا قاعدة في أوضة، ولا دي عندها عربية وانا، والله العظيم يا بنات كلنا زي بعضينا، اللي عنده زي اللي ما عندوش. كلنا يعني سبحان الله كلنا هنتدفن تحت الأرض. مفيش حد هيتدفن فوق وحد هيتدفن تحت. يعني مش مستاهلة والله العظيم يا بنات. احنا لو نحب بعضينا، والله يا جماعة لو نحب بعضينا ونحب الخير لبعضينا، الدنيا هتبقى جميلة، وربنا يمنع عننا الغلاء والوباء. ما هو ده من الشر. قالك الشر دوت من أنفسكم. والله الشر اللي احنا فيه ده من أنفسنا فعلا. ربنا يدينا أنفسنا يا رب، اللهم آمين. يعني حتى لما نقعد مع بعض كده ما بنقعدش قعدة كويسة، لا دي عملت، لا دي بتسوي، لا دي مش عارف ايه، ربنا معرفش يعمل لها ايه، ربنا يجيب لها ايه. فليه يا بنات ليه كده؟ ليه ناخد وزر على حساب ناس قاعدة اصلا انتم يعني مش في دماغهم اساسا؟
ليه ناخد وزر على حاجة زي كده؟ ربنا يهدينا ويهدي انفسنا يا رب، اللهم امين. طبعا يا بنات انا كده خلاص سبتها اختمرت وغطيتها. هجيبها اقطعها يا بنات كور صغيرة. ماشي، انا بقول لكم كل حاجة ايه خطوة بخطوة، عشان ايه ما تنسوش اللي انا بقوله. وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. طبعا يا بنات هجيب العجينة كده، اعملها كور صغيرة واحطها في صينية زي ما انتوا شايفين كده. هرص طبعا يا بنات كله. وبعد كده طبعا يا بنات ايه، طبعا الصينية دي مش هتقضي، هجيب صينية تانية. واخلص برضو رص فيها، اعملها كور صغيرة واخلص رص فيها. وبعد كده طبعا ايه هقوم ايه حطها في الصينية تانية. طبعا هنقطعها كلها كده مع بعضيها بقى يا بنات، وفي الاخر ناخد اول صينية قرصناها، اجيبها وافردها بالمردنة زي ما انتوا شايفين بايديا بالمردنة، مرة اعمل كده مرة اعمل كده عادي. وصحيح يا بنات انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت نقطة خل على العجينة. الخل بيخلي العجينة حلوة وبيحسن الدقيق. ماشي، هفردها بقى كلها يا بنات كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده طبعا انا بفرد على الرخامة، وشوية كده بقى طبعا هجيب الصاج وافرد فيه، احط القرصة كده او الرغيف واقوم فردة في الصاج. وهنا معايا عجوة يا بنات، انا طبعا حطيت عليها برضو معلقتين سمسم عشان نسيت اقول لكم. حطيت عليها معلقتين سمسم وعجنتها برضو عشان تديني ايه، يعني بعزز الرغيف بتاعي كده. طبعا بقى يا بنات ده تاكليه مع حتة جبنة، تاكليه مع حبة مش، تاكليه مع كوباية شاي، زي ما انت عايزة تاكليه. بصراحة خفيف جدا وجميل، وبألف انا وشفا للي شاف، وبألف انا وشفا للي كان. وربنا يا رب دايما كده يحسن ما بين ايدينا يا رب. هفرد بقى يا بنات معاكم واحط طبعا في السجان، وهرص صاج صاج. بس اهم حاجة الصاج اللي انا ارصه واخليه تحت الايه التاني، والتاني تحت التالت، والتالت تحت الرابع. ليه بقى يا بنات؟ عشان ابقى عارفة اول صاج انهي وادخله في وده بيفرق جدا. عشان ابقى عارفة اول صاج انهي، اول صاج بقى اقوم مدخلاه اول واحد في الفرن. تاني برضو صاج قرصته واقوم مدخلاه وراه، تالت صاج كده بالترتيب. طبعا يا بنات انا كده بقرص معاكم وبرص طبعا في السجان. وبعد كده طبعا يا بنات هكون طبعا ايه مجهزة الفرن بتاعي اللي بفضل اغنيله ده. ربنا يا رب يكفينا شر النار وعذابها يا رب، اللهم امين. ربنا يجرينا من النار وعذاب النار يا رب. اهم حاجة يا بنات وانتي بتفردي تفردي بصوابع ايديكي، مش بكفة ايدك، لا بصوابع ايدك كده عشان تطلع معاكي حلوة. لان كفة ايدك هتعلم، هتبقى فيها حتة غويطة وحتة ايه وحتة عالية وحتة واطية. لكن لما تفردي بصوابع ايدك كده كلها تبقى زي بعضها زي ما انتوا شايفين كده وانا بعمل في الفيديو. وطبعا بقى ايه معايا هنا عجوة، اجيبها برضو واقوم حاطة كده في القرصة واقوم ضماها كده ايه فردها الاول مع القرصة. وبعد كده اقوم ضماها على بعضها واقوم حطاها في الصاج واقوم ايه فرداها برضو كده بايديا بصوابع ايديا. العجوة حلوة برضو يا بنات، العجوة بالعيش او بالقرصة دي بتبقى جميلة جدا. انا مقلله لها السكر خالص، يعني مقلله لها خالص خالص، يعني عشان انتي براحتك بقى. عايزه تاكليها بالجبنه، عايزه تاكليها بالعسل، عايزه تاكليها زي ما انت عايزه تاكليها تاكليها.
عايزة تشربيها بكوباية شاي براحتك يعني. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا، ان شاء الله تطلع زي العسل. هي بصراحة طلعت زي السكر، زي العسل، زي الملبن، يعني حاجة كده زي البسكويت. ام سمكة بتعمل عظمة يا بنات، والله ام سمكة بتعمل عظمة. تعالوا كده اتفرجوا على فيديوهاتي واشتركوا واعملوا لايكاتكم كده ويعني بصوا، وهتشوفوا ام سما وهي بتعمل عظمة. انا مش عايزة اقول لكم الفقايمة بتعمل عظمة، عشان مش كل الفقايمة يا جماعة. ايوه. ربنا يا رب كده، يا رب دايما كده في الخير، ودايما يا رب ايدينا كده تبقى في الخير، وربنا يدينا الصحة يا رب، ونعمل اللي احنا عايزينه. طبعا انا هنا يا بنات شغلت الفرن وايه، وقلت بقى ايه خلاص هبتدي سوا كده بقى. انا كده ابتديت سوا. هسوي بقى يا بنات معاكم، وهتشوفوا العظمة بتاعت ام سمكة. ام سمكة بتعمل عظمة، وام حمزة بتعمل عظمة، يعني بصراحة. احنا بصراحة يعني مش قادرة اقول لكم بصراحة. ربنا يصلح حالك يا رب يا ام حمزة، ويروق بالك يا رب، اللهم امين. طبعا بقى يا بنات بسويلكوا كده وبوريكوا بصراحة الريحة تحفة، الريحة جميلة، الريحة بصوا مش قادرة اقول لكم والله. والقرصة طالعة عاملة زي الملبن والله، او الرغيف، يعني زي ما تحبوا بقى تسموه. انا سما بنتي والله حبيته جدا بصراحة. انا لازم حتى لو بعمل حاجة للناس لازم أنا اعمل حتى لو نص كيلو في بيتي، ما خليش بنتي تبص، ما خليش عيالي يبصوا، لا اعمل. ما اقولش مثلا مكسبي هيضيع ولا الكلام ده كله، لا، اعمل حاجتي في بيتي، وراضي بنتي وراضي جوزي وراضي نفسي وراضي نفسي ذات نفسي. مستحيل يعني ان انا ابقى قاعده قدام الفرن كده ومش هطلع رغيف ولا اطلع قرصه واكل منها. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا، ودايما الخير عندنا يا رب، وربنا يزيد ويكتره يا رب، اللهم امين. وان شاء الله يا بنات كده في نهاية الفيديو اسيبكم في فيديو، اشوفكم في فيديو جديد، وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. في نهاية الفيديو يا بنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. اذكروا الله يا بنات وصلوا على النبي، واستغفروا كتير.